دي شاورما لحمة بس عملتها بطريقة اقتصادية شوية. تعالوا شوفوا عملتها ازاي. احفظوا الفيديو ده عشان انا متأكدة انكم هتحتاجوه. اول حاجة هجهز المكونات بتاعتي. استخدمت بصلة حجم وسط، قطعتها على شكل شرايح كده طولية او زي ما بتسموه بصل متقطع جوليان. انا استخدمت بصل احمر، ممكن نستخدم برضو بصل ابيض عادي. تاني حاجة اساسية في شاورما اللحمة المصري الطماطم، بس مش هستخدم كمية كبيرة من الطماطم علشان ما تغيرش لون الشاورما. استخدمت طماطمايه حجمها صغير وقطعتها نفس تقطيعة البصل بالظبط. تالت مكون وده المكون الاساسي في شاورما اللحمة بالنسبة لي، ما تنفعش من غيره، هو البقدونس. استخدمت تقريبا حزمة بقدونس كاملة وقطعتها رفيع خالص، وده بنسيبه في الاخر خالص، بنحطه اخر حاجة علشان يفضل محتفظ بلونه. وبعد ما جهزت كل الخضروات يلا بينا بقى نبتدي في تجهيز الشاورما. هستخدم نص كيلو من اللحمة المفرومة. هسخن الطاسة، احط فيها شوية زيت وانزل عليهم باللحمة المفرومة. ولو انتوا اللحمة المفرومة بتاعتكم فيها نسبة دهون عالية فيستحسن ان انتوا ما تضيفوش زيت اصلا. مجرد انكم تسخنوا الطاسة وتنزلوا باللحمة المفرومة هتلاقوا اللحمة نفسها نزلت الدهون بتاعتها وابتدت تستوي. سبت اللحمة الاول تاخد صدمة من اتجاه واحد وبعدين ابتديت اقلبها لحد لما لونها كله اتغير. دلوقتي جه وقت ان احنا ننزل بقى الخضروات. هنزل اول حاجة البصل وبعدين الطماطم، وهفضل اقلبهم مع بعض كويس قوي لحد لما البصل يبتدي يدبل معايا وحجمه يكش. وطبعا بنكون موطيين النار خالص علشان اللحمة ما تتلسعش مننا. ولسه مش هنضيف البقدونس دلوقتي. يلا بقى نحط البهارات وركزوا كويس قوي في المقادير. هنحط معلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر والسبع بهارات والبابريكا والملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والكمون والقرفة، ورشة من جوز الطيب، ودي اختياري، لو مش حابين بلاش. ودلوقتي جه وقت ان احنا نحط البقدونس. هنقلبه بس تقلبتين، مش هنبالغ في التقليب. وبعد كده هنحط المكون الأخير واللي هو الطحينة. وطبعا انتوا اخدين بالكم ان هي قوامها اخف شويه من القوام الطبيعي للطحينه، ده لاني ضايفه لها معلقتين من الخل الابيض. واوعوا بجد تستغنوا عن الخطوه دي لان هي بتدي نكهه حلوه جدا للشاورما وبتحسسك ان المكونات كلها متجانسه مع بعض. تقلبتين بس بالظبط، مش هنكتر. وفي المرحله دي بقى بتكون ريحه الشاورما قلبه البيت كله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا اسفه بجد لو جوعتكم. جهزوا بقى سلطه الطحينه، معروفه ان الشاورما اللحمه بتحب الطحينه جدا. ويلا بينا نعمل السندوتشات. بحب جدا الشاورما اللحمه المصري بالذات اكلها في العيش الكايزر، بس هي ليها افكار كتير قوي ممكن تاكلوها بيها. ممكن في العيش الفينو، وممكن في العيش السوري، وممكن في العيش البلدي كمان. بصراحه هي بتليق على كل حاجه. غرقوا بقى السندوتش كده بالطحينه وحدوه احلى شاورما لحمه كلتوها في حياتكم، يمكن كمان احلى من شاورما اللحمه العاديه. سهله جدا وسريعه جدا، ولا هتحتاجي تتبليها من قبلها بيوم. تنفع معاكي فكره غدا سريعه واقتصاديه لو انت محتاره تعملي ايه باللحمه المفرومه. واخيرا بقى ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، انا رنا بعمل وصفات اكل سريعه ومختلفه. اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تتابعوا فيديوهاتي اول باول.